كنت بشغل الديسكورد عندي عادي ولقيته مش شغال، والنهارده اكتشفت خبر ان الديسكورد اتقفل في مصر وما عادش هيشتغل تاني. بس انا لقيت طريقه تقدر تشغل بيها الديسكورد من وانت في مصر عادي، وهيشتغل معاك ومش هيبقى فيه اي مشكله او لاج او اي حاجه. فكمل معايا الفيديو وركز في الشرح كويس جدا عشان تعرف تشغله عندك انت كمان. ايه الاخبار؟ الفيديو المره دي مختلف شويه لان انا صورت الاول قبل ما اعمل الفويس اوفر او قبل ما اعمل اي حاجه عشان اجرب الطريقه واتاكد ان هي شغاله ولا لا. كلنا النهارده صحينا على خبر مفاجاه ان ديسكورد اتقفل في مصر، وطبعا الموضوع ده سبب ضرر لناس كتير لان برنامج ديسكورد هو مش برنامج عادي، هو برنامج بيتيح لك ان انت تخش في رومز وتعمل سيرفر لو انت جيمر او حد مثلا بتشتغل او بتذاكر وعايز تطور الانجليزي بتاعك او الكلام ده كله. فانت كنت تقدر عن طريق ديسكورد ان انت تخش على اي سيرفر تتكلم مع ناس جديده، تحاول ان انت تطور مهاراتك، وممكن لو انت شركه تقدر تعمل عليه سيرفر خاص بيك وتتكلموا اسهل من ان انت تعمل ميتنجز على جوجل ميت والكلام ده كله. انا شخصيا كنت بستخدمه ايام الجامعه في ان انا كنت بقعد اذاكر عليه مع اصحابي، ومن اكتر المميزات اللي كانت فيه ان هو كان مثلا ممكن تقدر تعمل عليه شير سكرين فتقدر تعرض حاجه من عندك، ويمكن ده كان من اوائل البرامج اللي بتعمل الميزه دي، فعشان كده الناس كانت عارفاه وكانت بتستخدمه كتير. فانا النهارده جاي اقول لك على طريقه انا جربتها وعرفت اشغل بيها الديسكورد عندي. اول حاجه عشان تشغل ديسكورد عندك هتحتاج تنزل برنامج الفي بي ان اللي هعرضه لك دلوقتي. البرنامج ده فيه ميزه كبيره ان انت تقدر بعد ما تشغل الديسكورد عندك ويشتغل والدنيا تبقى تمام تفصل الفي بي ان، وهيفضل الديسكورد شغال من غير ما يبقى فيه اي مشكله او يفصل او يهنج او الكلام ده كله. وعشان تحمل البرنامج دوت هتروح على جوجل كروم وفي السيرش هتكتب 4 وحيد وهندوس انتر. بعد كده هنخش على اول موقع هيجيلنا، تفتح عندنا الواجهه بتاعه الموقع بالشكل ده، واللي هو فيها بيديك اوبشنز كتيره ان انت تحمل البرنامج منها، سواء بقى انت بتحمله من على اب ستور او جوجل بلاي لو اندرويد يعني او ابل، وممكن برضو تحمله لو انت معاك ماك او لو انت عندك نظام لينكس ممكن برضو تنزله. طبعا عشان انا السيستم عندي شغال ويندوز فهروح ادوس على ويندوز وهيبدا التحميل عندنا بشكل تلقائي زي ما انتم شايفين. والبرنامج مساحته صغيره جدا، هو 130 ميجا، فمش هيطول في الداونلود بكتير قوي دقيقه، وهينزل عندنا بالشكل ده. هنروح ندوس عليه، نقفل بقى كروم كده ونخليه على جنب ونشغل البرنامج. طبعا هنروح نعمله داونلود زي اي برنامج نقدر ننزله على الجهاز بتاعنا. هنروح ندوس نيكست وبعدها هندوس انستول، وهيبدا عندنا الانستليشن بالشكل ده. هنسيبه يخلص براحته، هو مش هياخد وقت كبير، وكده البرنامج هيكون خلص عندنا الانستليشن. هنروح ندوس فينش، ومن التاسك بار هندوس على السهم ده وهنلاقي البرنامج اتضاف عندنا على طول بالشكل ده. هندوس عليه وبعد كده هنوافق على الشروط بتاعه البرنامج، وبعد كده هتبقى عندنا الاداه بالشكل ده. هنروح ندوس على دي عشان نفعل الفي بي ان، ممكن ياخد معاكم دقيقه ويعمل كونكت على طول. ودلوقتي وبعد ما عمل كونكت عندنا هنروح نجرب نفتح الديسكورد ونشوف. زي ما انتم شايفين هو بدا يعمل داونلود، يعني هو هيفتح عندنا. الاول ما كانش بيعمل اي حاجه وكان بيجيب ريتراي وما كانش بيعمل اي حاجه، فدلوقتي هنسيبه يعمل الداونلودنج ولما يخلص هيفتح عندنا البرنامج. ودلوقتي وزي ما انتم شايفين ديسكورد فتح عندنا عادي جدا. انا الصراحه ماليش في ديسكورد قوي، يعني ما اعرفش فيه كتير وما دخلتش على سيرفرز اصلا. انا كنت بستخدمه في مذاكره فكنت يعتبر بكلم اصحابي بس عليه، فما استخدمتش حاجات كتيره فيه. فتعالوا نجرب كده نشوف اي حاجه فيه. طبعا جايب لنا المكان بتاع الشات والكلام ده كله والناس اللي موجودين عندنا. تعالوا ندوس على ديسكفر ونشوف ايه اللي موجود فيها. انا الصراحه ما اعرفش كتير قوي بس تعالوا نجرب. وزي ما انتم شايفين انت تقدر تضيف السيرفر وتقدر تعمل كل حاجه. البرنامج هيبقى شغال معاك طبيعي جدا ولا كانه اتقفل ولا اي حاجه، وزي ما انتم شايفين هو كل حاجه شغاله فيه. انا الصراحه عمال العب عمال اجرب اي حاجه عشان اشوف لو في حاجه مثلا مش شغاله او في اي حاجه. ومن هنا برضو زي ما انتم شايفين في الديسكفر برضو نقدر نخش على اي حاجه ماينكرافت او تعالوا نجرب عليها. هو بس هياخد وقت شويه قبل ما يعمل جوين للسيرفر، فيبقى سيبه براحته وهيعمل جوين ما تقلقش الدنيا هتبقى تمام. وزي ما قلت لكم انتوا تقدروا تقفلوا الفي بي ان بعد ما تشغلوا البرنامج ومش هيبقى فيه اي مشكله. زي ما انتم شايفين البرنامج شغال عندي وما فيهوش اي مشكله اهو. وفي هنا سيرفرز تانية زي الجيمنج والميوزك والساينس تك والحاجات كتير قوي دي. وزي ما قلت لكم هو بس انتوا سيبوه شويه وهيعمل جوين لاي سيرفر انتوا عايزين تخشوا عليه. فهو عمل جوين للسيرفر اللي انا دوست عليه من شويه. انا الصراحه السيرفر بتاع ماينكرافت ما اعرفش هو بقى يبقى برايفت ولا مش برايفت، ما اعرفش ليه ما عملش جوين، بس هو عمل جوين للسيرفر التاني اللي انا دوست عليه. فيعني بالنسبه لي هو تمام، يعني هو كده شغال. يعني انا هجرب اخش على education اجرب اشوف الدنيا فيها ايه. يعني تعالوا نجرب كده نخش على انجلش هاب دوت اهو. دخل على السيرفر هدوس على جوين انجلش هاب وهعمل جوين كاني هخش على يعني السيرفر عادي وهستخدمه كده. وزي ما انتم شايفين هو عمل جوين وما كانش فيه اي مشكله ولا اي تهنيج او اي حاجه. بس كده قبل ما اقفل كنت عايز افكركم ان اغلب الناس اللي بتشوف الفيديوهات هي مش مشتركه في القناه، فيا ريت لو شفت الفيديو وعجبك تعمل لايك وتعمل سبسكرايب للقناه، لان المحتوى اللي انا بنزله انا بجد بشوف الحاجه اللي انا بنزلها وبتاكد ان هي شغاله وبتفيد الناس. ما تبخلش علينا باللايك والفولو بتاعك. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش بقى لايك والفولو عشان يوصل لك كل جديد.